اليوم رح نحكي عن أبشع جريمة في تاريخ الصين. الجريمة اللي خلت قاضي المحكمة يصرخ ويقول للمجرمين: انتو مش بشر، انتو وحوش. نزلوا الستارة وأهلا فيكو بالغرفة 204. سنة 1999 دخلت طفلة عمرها 13 سنة على مركز شرطة في هونغ كونغ، وهي بتصرخ بجملة واحدة خلت الضباط يتجمدوا بمكانهم. كانت تصرخ بجملة: في شبح بلا وجه عم بلاحقني وبتطلع علي من جوا لعبة هالو كيتي. انقذوني، إنه يلاحقني. وبحكي لي ليش. الضباط بالبداية فكروها بتهلوس، بس لما راحوا على الشقة وفتحوا اللعبة وقع راس بشري مسلوخ ومتحلل من جوا الدبدوب. الضباط لما دخلوا الشقة الريحة لحالها كانت قاتلة، ريحة دم متعفن مخلوطة بمواد كيميائية ودم. الشقة كانت عبارة عن مسلخ بشري. لما فتحوا الدمية وقع الراس. المنظر كان كفيل يوقف قلب أي ضابط. رأس الضحية كانت خالية من أي ملامح من كثر السلك وملفوفة بأكياس بلاستيك. عيون الدبدوب البلاستيك كانت بتطلع على الضباط وكأنها عيون الضحية وبتنادي عليهم. الشرطة ما اكتفت بهذا الاشي، دوروا جوا الشقة ولقوا طنجرة كبيرة بالمطبخ، وواضح انه تم استخدامها لحتى يسلقوا راس الضحية. ولقوا كمان منشار حديد عليه بقايا دم وأنسجة بشرية بالحمام. كل شي بالشقة كان يحكي عن قصة السادية المظلمة اللي عاشتها الضحية بآخر شهر بحياتها. وعشان نفهم بشاعة اللي صار لازم نعرف أول إشي مين هي الضحية. فان مانيي، بنت رماها أبوها بدار أيتام وعمرها 15 سنة، ولما صار عمرها 18 طلعت على الشارع لا سند ولا هوية ولا أي شيء حرفيا. بهاي الفترة التقت بشاب وأوهمها بالحب وحملت منه وخلفت ولد كانت تعتبره جنتها. بس الأب اللي هو أب الطفل هرب وتركها وهي عمرها 19 سنة، أم وحيدة بمدينة قاسية. فان دخلت طريق المخدرات بس عشان تنسى وجعها وتأمن لقمة ابنها، وهذا الطريق هو اللي رماها بين ايدين الوحش اللي اسمه تشان. تشان كان زعيم عصابة وتاجر مخدرات، غرقها بالديون وصار يهددها بابنها. فان من رعبها حاولت تخلص من هاي الديون عن طريق السرقة. فبيوم من الأيام شافت محفظة تشان وتشان كان بعيد، فسرقت من محفظته 4000 دولار. هي فكرت إنه هيك رح تنقذ ابنها، بس هي فعليا وقعت في فخ الشيطان اللي كان بيستنى منها زلة عشان يفرغ ساديته فيها. وبشهر مارس من نفس السنة كان خطفها وأخذها على شقته اللي رقمها 31، واللي كانت فعلا مسلخ بشري. شهر كامل وهي محبوسة وبتتعذب بأبشع الطرق. كانوا يذوبوا البلاستيك على جلدها وهي صاحية وبتصرخ، ويستنوا بس ينشف البلاستيك يشيلوه عن جلدها بطريقة قاسية جدا لدرجة انه يطلع جلدها مع البلاستيك. فان وصلت لمرحلة بطلت تصرخ، وبكل لحظة كانت بتترجاهم يتركوها بس عشان ترضع ابنها اللي ما بتعرف أساسا هو وين. ولما ماتت بلشوا يمثلوا بجثتها، وبمجرد ما لفظت فان آخر أنفاسها المجرمين ما خافوا ولا ندموا، بالعكس قعدوا يشربوا بيرة ويأكلوا بدم بارد وهم بيخططوا كيف يمسحوا وجودها عن وجه الأرض. بالبداية سحبوا جثتها للحمام وبلشوا يقطعوا فيها باستخدام منشار حديد وسكاكين المطبخ. وعشان الريحة ما تفضحهم ولأنه الجريمة كانت بشقة سكنية بوسط مدينة مزدحمة، قرروا يعملوا إشي أبشع إشي ممكن يتخيلوا عقل بشري. سلقوا أجزاء من جثتها. نعم، حطوا قطع من لحمها بطناجر كبيرة مغلية عشان الدهون واللحم يذوبوا، وقرروا يتخلصوا من بقاياها بالصرف الصحي بدون ما حدا يشك. أما العظام فحطوها بأكياس زبالة ورموها بحاويات عشوائية بالمدينة. ولكن كانت مشكلتهم الأكبر
بالراس. كانت مشكلة بالنسبة لتشان، كان بده يحتفظ فيه كتذكار، أو يمكن خاف إنه سلق الراس يأخذ وقت أطول والريحة تطلع. جابوا دمية هالو كيتي كبيرة وشالوا الحشوة من جواها، وحطوا الراس المسلوق جوا أكياس بلاستيك وحشوه جوا راس الدمية، وخيطوا الدبدوب وكأن شيئا لم يكن. هذول المجرمين عاشوا بالشقة مع الراس لعدة أسابيع، وكانوا يناموا ويصحوا والدبدوب قاعد على التخت ويتطلع عليهم، والريحة كانت بتخنق، بس هم كانوا يحكوا للجيران إنه السمك خربان أو المجاري مسكرة أو أي حجة يطلعوها. لحد ما الروح اللي انظلمت بدت تطارد البنت الصغيرة اللي كانت معهم. هاي البنت هي نفسها اللي ذكرناها ببداية الحلقة، واللي راحت على مركز الشرطة واللي كان اسمها فوج، وصارت تشوف فان واقفة بباب الغرفة وبتحكي لها ليش ما ساعدتيني. وهون انهار كل شيء. لما الشرطة دخلت بعد اعتراف البنت لقوا الشقة مهجورة، بس الدبدوب لسه مكانه. الضابط حكى بإفادته: حملت اللعبة وحسيت بإشي ثقيل ومحجر جواها، ولما فتحت الخياطة وقع الراس على الأرض وبدت الأسنان تفرط قدام عيني. التحقيقات كشفت إنه تشان كان يتفاخر باللي عمله قدام عصابته، واعتبر إنه أظهر كرامته بهاي الطريقة البشعة. وانتهت القصة ب5 أحكام مؤبد، بس الوجع ظل محفور بذاكرة هونغ كونغ للأبد. الجريمة هاي ما كانت قتل، كانت سادية مطلقة. المحكمة حكمت عليهم مؤبد، بس واحد منهم طلع بعد سنين بثغرات قانونية. قصة هالو كيتي وفان هي تذكير إلنا: انتبهوا لأولادكم ولا تخلوا الشارع يربيهم، لأنه الشارع غابة والوحوش فيها لابسين وجوه بشر. كان معكم شرف عيد، وبشوفكم إن شاء الله بالحلقات القادمة من الغرفة 204.